ليه اي ركله حره بيلعبها ميسي هتلاقيه بيعمل حركه ثابته بتساعده في التسجيل، وبدون ادنى شك ان ميسي من احسن لعيبه العالم لعبه للكرات الحره في التاريخ. ولما جم يحللوا ركلات ميسي وجدوا ان ميسي بيكرر نفس الحركه في كل ركله حره بيلعبها، واللي هي ثبوت رجله اليمين عشان تحمل جسمه، فكده بيخفف على رجله الشمال، بيساعد يتحكم بالكره افضل وتطلع مظبوطه نحو المرمى برجله الشمال، وده بيخليها يركنها مش بيشوطها. يحصل التواء في الكاحل اثناء التسديد. حللت جامعه برشلونه ان اللي ميسي بيعمله ده تاثير ماجنس بيساعد على تاثير ثبات في الركلات الحره. ما سألتش نفسك في مرة وانت بتتفرج على ماتش ليه الحكم بيطلع كروت صفراء وحمراء؟ الموضوع ده يرجع لسنة 1962 وفي دوري تشيلي في كأس عالم 62، وكان في مباراة بين تشيلي وإيطاليا، وكان الحكم كين أستون البريطاني، والمباراة لعبت 8 دقائق فقط، والمباراة بقت مصارعة بين اللاعبين، والحكم كين أستون طرد اللاعب الإيطالي جورج فيريني اللي ضربه اللاعب تشيلي، والمشكلة إنه مش عارف يطلع اللاعب لأن ما كانش في وقتها بطاقات ولا حتى بيعرف يتكلم إيطالي. وبعد استعانة بلاعبين إيطاليا ومسؤول المباراة خرج اللاعب من المباراة وأكملت المباراة وفازت تشيلي 2-0. وبعد فترة قعد الحكم أستون يفكر بطريقة لإقناع اللاعبين بالإنذار أو الطرد. مرة الحكم كين أستون وهو ماشي بعربيته لقى إشارة مرور واستوحى منها فكرة البطاقات، حينها فكر اللون الأصفر يحذر السائق واللون الأحمر يجبرك على الوقوف. وبعدين قدم الفكرة للفيفا وتم اعتمادها، وبدأت في أولمبياد المكسيك عام 68 فكرة الكروت بشكل تجريبي، وتم تنفيذها في مونديال 1970 بالمكسيك.